هلا رح نلتقي مع أحد الطيارين التابعين لوزارة الدفاع السورية في سلاح الجو السوري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية شكرا جزيلا لكل ما تقدمه. الله يجزاك خير. أنتم عن جد عم تقوموا بعمل بطولي حقيقة. أنا حابب أسألك لنوصل لهالناس وتشوف الناس شو المصاعب اللي عم تواجهكم في إطفاء الحرائق في ريف الساحل. أولا احنا خلينا نعرف شو اللي عم يحدث على الأرض. اللي بصير على الأرض في البداية احنا مثل ما تناقلت وسائل الإعلام قد يكون هناك أيدي خفية قامت بإشعال النيران. المشكلة في المنطقة الجبلية الشجر صنوبر. الصنوبر لما تيجي نار بصير ينفجر وينقل النار لأماكن أخرى. الصعوبات الكبيرة اللي بتواجه الطيارين بخاصة طيارين إطفاء الحريق هي أنك أنت معك حمل معلق بعيد عن طيارة 26 متر، وزن عالي اللي هو وزن الماء المعلق في الطائرة، إضافة لأنك بتطير فوق منطقة جبلية، ومنطقة جبلية فيها حريق. يعني عوامل الخطر متعددة، حمل زائد، قرب من الجبال والتيارات الهوائية الصاعدة والنازلة، إضافة للنيران المشتعلة واللي أنت بدك تبذل جهدك أنك تطفيها قبل ما توصل لمنازل المدنيين، لأنه أغلب المناطق الجبلية في بيوت حواليها، فأنت راح تبذل جهود كبيرة جدا توصل لهذه النيران وتطفيها قبل ما توصل لمناطق المدنيين. ففي جهود كبيرة جدا عم تبذل. يعني إحنا أولا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في عندنا جهود كبيرة عم نشوفها من إخوتنا الأردنيين نشام الأردن، إخوتنا اللبنانيين اللي بيشاركوا معنا، وأصدقائنا الأتراك. في جهود كبيرة جدا ومضنية في الوصول إلى الحرائق. يعني أمس أنا طاير وراء الأخوة الأردنيين عم ببذل كل جهد بأقل سرعة. طبعا الطيران فوق الجبال لازم ما تنزل سرعتك عن 80. الأردني عم بيعلق، يعني بيسوي سرعته صفر في سبيل ينزل أكبر كمية من الماء فوق الحريق ليطفي. فهذا إحساس منه على أنه لازم يكون له مساهمة فعالة في إيقاف هذا المد للنيران. وكل جهودنا هاي ما بنحس نحن، يعني الآن أنت يمكن طرت فوق المنطقة وشفت حجم الحرائق وحجم الدخان وحجم المخاطر، إلا أنه نحن لما نكون موجودين في الطيارة احنا ما نفكر بهاي المخاطر. احنا عندنا هدف واحد فقط، أنه نطلب من الله العون. طبعا الله أكبر وأطفاء الحريق. فإحنا همنا الوحيد أنه هذا الحريق ينتهي وننهي مأساة الحراج ومأساة الناس في هاي المنطقة.